العام هذا؟ قصة جميلة كثير. نزل سيدنا جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أقرئ أبا بكر من السلام وقل له إن الله قد رضي عنه، هل أنت راض عنه؟ فيقال هي القصة أن سيدنا أبو بكر الصديق كده يعني طلع أنه أنا يعني بدي أرضى، أنا شو محل الإعراب بدي أرضى عن الله. فهي طلع منها هي موضوع المرجو. أنا ما كثير هي أول لوحة بنزلها التوجه. في ضمن الأحرف هذا التكوين شافولي، وهذا هون حركة أحياء الأسماك. لاحظ الأسماك شفت فيه صدور في هاي المرحلة هاي الجيش 24 عملت نزلت فيها فيديو اللي بتدل على الحياة. هدول قدم اللوحات هاي من 2004 هدول لوحات ربطت الفون الشكلي اللي بدل على نافذة أو محراب أو شيء مع الداخل كتراث إسلامي، تبناء من التراث الإسلامي. نعم هي لوحة ربط الواقع مع التجريد. هلا التجريد هو اختزال للواقع، هون ربط الواقع مع التجريد. هذه كثير صعبة، فحاولت أنا أربط هذا الشكل هذا الشكل الطبيعي الواقعي هذه المدادة مع الخلفية التكوينية، والفضاء دائما في رب يدير في حياته. هاي من أعمال القديمة 2001 نفس التوجه يعني وصفنا. وهي كمان الموضوع او تكوين اللوحة ولا في خلق السماوات والارض. الانسان بضل يفكر الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. هون نفس التوجهات ولكن تكوينات مختلفة. هي او هي كلهم من نفس التوجهات. هون كمان توظيف لهي المخطوطة. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات. هيك المخطوطة جاية يعني انا موظفها مثل ما هي، هذا وثيقة ما تصير تلعب فيها. أنا منزلها وعامل تكوين على أساسها. وهي كمان نفس الشيء، هذا بالخط المغربي القديم. هذا بالخط المغربي القديم. كمان أنا موظف هون في هودي لغة معاصرة بالألوان والتكوين، نفس التوجه ولكن بطريقة لونية معاصرة.